عند الإشارة تكون الساعة 7 صباحا. وهنا رباط إذاعة المملكة المغربية. ونتابع أصداء المباراة مع شبكة مراسلين من بغداد أحمد مؤيد، ومن البصرة سعد قصي، ومن الموصل قاسم الزيدي. أهلا بكم جميعا. نبدأ من بغداد. أحمد، خسارة منتخبنا الوطني وصفت بأنها خيبة أمل، ماذا يقول الجمهور الرياضي بقربك؟ تفضل. مساء الخير سرمد. بالفعل يعني الجمهور وصف ما حدث مع مباراة المغرب اليوم بخيبة أمل، على اعتبار أن الأولمبيات هي محفل عالمي، والتأهل للأولمبيات بحد ذاته هو إنجاز، لكن كان من المفترض أن يحافظ العراق على هذا الإنجاز، على أقل تقدير أن يقدم مستوى يليق بحجم هذه البطولة واسم هذه البطولة. الجمهور غادر المقاهي وغادر شاشات التلفاز مبكرا قبل انتهاء المباراة، يعني اعتراض على طريقة اللعب، على المدرب وتكتيك المدرب. ربما المقابلات التي يعني قبل قليل يعني ظهرت على شاشة القناة كانت تترجم شعور الجمهور الرياضي هنا في بغداد. هناك استياء من طريقة اللعب، من بعض الأسماء، من تدوير الأسماء. يعني هنالك أسماء بحسب الجمهور يريدون أن ترحل عن المنتخب الوطني أو حتى عن المنتخب الأولمبي. يعني خيبة أمل كبيرة. كان بالإمكان أن يكون العراق أبعد من هذا الدور، يعني خروج مبكر. الاستعداد، بعض الجمهور الرياضي أكد بأنه الاستعداد لم يكن كافيا، وبعض الأندية التي يلعب بها اللاعبون، الأندية المحلية، لم يعني تستغني عن اللاعبين إلى الأولمبي بوقت مبكر. بالتالي الاستعداد كان خجول لهذه البطولة الدولية. طيب. يعولون كثيرا على باقي الرياضات الأسماء الموجودة خلال هذه الأولمبيات بأن تكون ترفع اسم العراق بهذه البطولة. نعم، هنالك فارق واضح بالمستويات الفنية بين الأرجنتين وبين المغرب وحتى أوكرانيا. يعني البعض يصف أنه الفوز على أوكرانيا كان بالصدفة من خلال المباراة الأولى، وهذا منطق جرعة ثقة زائدة للاعبين، بالتالي انعكست على أدائهم بالمباريتين الأخيرة. يعني الجمهور حتى يعني رافضين أنه يكونون ويانا باللايف، على اعتبار أنه الكلام ما راح يقدم ويأخر على المستوى اللي ظهر به المنتخب اليوم أمام المغرب. طيب، خليني أنتقل إلى البصرة مع سعد قصي. سعد، يعني مثل ما استمعنا إلى أحمد، هناك غضب واستياء شعبي من الجمهور الرياضي في بغداد. ماذا يقول البصريون عن نتيجة المباراة والخسارة أمام المغرب؟ يعني ما حصل هو قد يكون ترجمة للغضب، أن معظم مشجعي المنتخب غادروا مبكرا المقاهي التي كانت تتشكل فيها روابط التشجيع، وانسحبوا كنوع من الاحتجاج على أداء المنتخب الأولمبي في هذه المشاركات. لم يكونوا راضين بشكل كبير على هذا الأداء. انقسمت طبعا الأسباب. هناك من يرى أن المدرب المحلي هو أسلوب قديم يجب أن يغادره العراق وينتقل إلى جلب مدربين أجانب على غرار المنتخب الوطني حتى يحدثوا من حال الكرة العراقية كما حصل في الوطن العراقي الذي تحسن أداءه كثيرا. كذلك هناك من يرى أيضا بعض اللاعبين لم يكن لديهم وجودهم ضرورة في المنتخب الوطني، وكان ممكن أن يكون هناك بدلاء أفضل يعني للانضمام إلى كتيبة راضي شنيشل. حتى أن المنتخب العراقي الأولمبي تعرف يعني قد خاض عدد من المباريات هنا في البصرة وأجرى معسكرا تدريبيا. كان يعني المدرب والكادر يتحدثون عن استعداد جيد لمشوار يعني الأولمبيات، لكن على ما يبدو أن المنتخبات كانت هي أكثر استعدادا، وبالتالي مني المنتخب بخسارة هي قاسية على العراق. وكان الجمهور يمني النفس بأن تكون هناك فرحة ويكمل الأولمبي مشواره في الأولمبيات، لكن هذه كرة القدم، من يعطيها تعطيه. طيب، خليني أروح إلى الموصل مع قاسم. قاسم، يعني بغداد والبصرة غاضبتان وهناك استياء من نتيجة المباراة، وحتى الجمهور الرياضي غادر يعني المقاهي، لكن أشوف من خلفك أكو جمهور بعد موجود. كيف هو وضع الموصليين؟ كذلك الحال في الموصل سرمد، حتى الجمهور منذ نهاية الشوط الأول قسم منه غادر. ما تبقى
كان ينتظر على أقل تقدير هدف لحفظ ماء الوجه في نتيجة كبيرة وأداء سيء كما وصفه الجمهور هنا، بالاعتماد على كرات طويلة وكرة قدم قديمة ولا الدهر عليها. يعني المنتخب المغربي لعب بأداء منتظم، تكتيك عالي، كرة قدم حديثة. هذا رأي الجمهور، يعني على عكس منتخبنا الذي أدى أداء سيء اسمه البعض بالكارثي في هذه المباراة بالتحديد. حتى أمام الأرجنتين لم يكن هذا المستوى الذي قدمه اليوم المنتخب الأولمبي. على العموم الجمهور طوى صفحة مباراة اليوم على أمل الاستحقاقات القادمة وهي تصفيات كأس العالم، على أمل أنه تكون هناك يعني ثأر للجمهور العراقي من خلال الصعود إلى كأس العالم وهو حلم طال انتظاره. الجمهور هنا غاضب من الكادر التدريبي على وجه الخصوص للتغييرات التي أجراها المدرب مبكرا في الشوط الأول، يعني على اعتبار أنها التشكيلة قد حسمت قبل مباراة اليوم بوقت طويل. كان من المفترض أن يكون المدرب قد أنجز حساباته لهذه المباراة الصعبة التي عد لها المنتخب المغربي كأنها مباراة نهائية حسب تصريحات بعض اللاعبين والكادر التدريبي. نعم سر. طيب، أود أن أشكركم جميعا، أحمد مؤيد من بغداد وسعد قصي من البصرة وقاسم الزيدي من الموصل. فأولا الحمد لله على هذا الانتصار، الحمد لله على هذا التأهل. كما تنقول دائما إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هاد ما نقولش اللاعبين كما سبق لي وذكرتوا، كما تنقول لهم دائما هاد الرجال عندهم واحد الغيرة كبيرة على الوطن، عندهم واحد الغيرة كبيرة بزاف على الوطن، وبغينا كاملين باش أننا نفرحوا الشعب كيف ما فرحان اليوم. كاين واحد الأجواء جميلة بزاف ديال الأسرة حقيقية، كاين كذلك واحد الاحترافية كبيرة، كاين لاعبين كيلعبوا بواحد الروح كبيرة، كيلعبوا بواحد العزيمة كبيرة. كنظن على أن على 3 مقابلات اللي تلعبوا كاملين الفريق المغربي كان جيد كثير، لا في لانيماسيون فونسيف ديالو لا في الفرص اللي تاح في المقابلات ب3. المقابله الاخيره انتم شفتوا كيفاش دازت، ما كانت سهله، كانت الصفعه علينا كبيره، ولكن كما تنقولوا رب ضاره نافعه، لان جعلتنا اننا نعاودوا الاوراق ديالنا، جعلتنا اننا نشوفوا ونحلوا الاشياء اللي جعلتنا اننا تمشي لنا المقابله وبذاك الطريقه. وانتم شفتوا كان واحد رد فعل ديال الرجال ديال محترفين وديال الناس مره واحده اخرى اللي كيحملوا الرايه الوطنيه في القلب ديالهم، واللي باغيين يفرحوا الشعب المغربي، وماشي الشعب المغربي فقط والشعب العربي كذلك. فدخلنا بواحد العزيمه كبيره، درنا واحد الضغط عالي على الفريق الخصم، تمكنا من تسجيل الاهداف. انا سعيد كذلك لانه من 1974 المغرب ما تاهلش، الحمد لله هذا وقت طويل، الحمد لله توفقنا ووفقنا الله باش اننا ندوزو. كذلك دزنا وحنا منتصرين 2 المقابلات مع عمرها وقعت، والان الحمد لله وصلنا لوبجيكتيف رقم 1. لوبجيكتيف الثاني ان شاء الله البيبان الان كلها محلوله، وحق مشروع اننا ان شاء الله نمشيو وحنا وهذا الجمهور العظيم باش ان شاء الله نديروا الفرحه الكبيره ان شاء الله الرحمن الرحيم. ولكن المحطه القادمه هي المقابله الجايه بباريس. ومره واحده اخرى نختم بانني كنحمد الله